الموسم بقى بتاعه اليومين دول، الحقي هاتيه وفرّزيه وفي الفريزر بتاعِك وشيليه للسنة كاملة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون افتكاسات زي ما الكل بيعملوا. هاقول لِك بجد التوم بتاعي باخزّنه إزاي، وطول السنة وعلى طول باخزّنه كده وما باغيّرش طريقتي أبدًا، حلوة جدًا وسهلة. تعالي نشوف التخزين بتاع التوم السنة دي عامل إزاي، والحقي يالّا وهاتيه. بس قبل ما نبتدي نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلِّم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمّي الله ونقول اللهم بارك. ما شاء الله أنا جِبت كمية كبيرة من التوم علشان تقضّيني السنة كلّها. اتسلّيت فيها كده بالليل وإحنا سهرانين، وبعد كده إيه، قعدت أقشّره زي ما أنتِ شايفة كده. أولًا ما باحبش أضرب التوم وهو بقشره، ما باحبهاش خالص، بأذواق. أنا كذوقي أنا ما باحبش أضرب التوم بقشره، أحب أفصّصه وأقوم ضارباه في الكبة بالشكل ده، وما باحطش عليه بقى ولا سُكّر ولا زيت. هاقول لِك إيه اللي أنا باحطه عليه، بس مش دلوقتي كمان مش وأنا باضربه. خلّصت الكمية بتاعتي في الكبة، أجيب بقى إيه، التوم بتاعي. المقطع ده متصورش بس هاوريه لِك دلوقتي إحنا حطينا إيه على التوم. إحنا يا دوبك بنحط شوية من الملح، ما باحطش أي حاجة تاني. وهاتي الأكياس اللوك بتاعتِك وابدئي خزّني التوم بتاعِك وحطيه كده إيه، خفيف كده يكون رقيق خالص في الكيس بتاعِك، علشان تعرفي تكسري منه براحتك وأنتِ بتاخدي منه في الفريزر. ما تسيبيش أبدًا التوم يفُك وتاخدي منه وترجعيه يتجمد تاني، غلط جدًا الحركة دي. في ناس كتيرة بيعملوها بجد صادفوني، غلط، غلط. التوم بتاعِك تعمليه رقيّق وبعد كده عشان تكسريه وتاخدي منه وهو متلج. هنا بقى باوريكم إن أنا باحط عليه شوية ملح وابدأ أقلّب التوم بتاعي. طريقة تانية للتفريز، ممكن نحط التوم بتاعنا ونبدأ بضهر السكينة نعمله مكعبات كده وتدخليه الفريزر تطلعي تاخدي مكعب بمكعب. أتمنى النهاردة تكون الوصفة سهلة وسريعة وبجد ما فيهاش أي حاجة. الحقي هاتي التوم وخزنيه للسنة وعلى ضمانتي ما بغيرش طريقتي. وزي ما قلت لك خلي الكيس بتاعك يبقى رقيق علشان تطلعي تقطمي الحتة اللي انت عايزاها كده تكسريها بإيدك وتحطي التوم تاني في الفريزر. ما باحبش أحط التوم في برطمانات، وما باحبش إن أنا أطلّع التوم أطلّعه يفُك وارجع آخد منه وارجع أجمّده تاني. لأ، هو عندِك الطريقة لو عايزة تعمليها مكعبات. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم ولايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.